السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هندمس الفول مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، وبإذن الله الطريقة دي هتعجبكم. من كيلو فول اللهم بارك عملت الكمية اللي انتوا شايفينها معايا. تقدري تعملي طبعا الكمية اللي انت حباها، وهقول لك المكونات اللي انا حطيتها على الفول تخلي الفول معاكي واخد اللون الأحمر الطبيعي من غير ما نحط له ألوان. زي ما احنا عارفين الفول اللي بنشتريه من بره بيبقى فول وعليه لون، مش أكتر من كده. لا، ده احنا بقى هنعزز طعم الفول كده. هتعملي شوية فول بيتي من ايديكي كده زي العسل بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا نبدأ الطريقة مع بعض ونسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. تطلع الحاجه من ايديكي زي العسل. انا هنا معايا كيلو من الفول، منقياه ومنضفاه كويس. هنقعه في ميه لا يقل عن 6 ساعات، او لو حابه تسيبيه ليله كامله عادي براحتك. بس اهم حاجه لو في فوله من اللي هي الصغيره بتبقى مكرمشه كده، شيلي الفوله دي علشان مش هتستوي معاكي. انا هنا بقى هسيبه نقعته في الميه لمده 6 ساعات، وبعد كده رجعت له تاني. اهم حاجه تكون كميه الميه عليه كتيره، لان حبايه الفول بتتضاعف والميه بتقل من عليه. هنا زي ما انتم شايفين اللهم بارك، انا هنا الكهرباء كانت قطعت عندي وبصور على كشاف التليفون، يا رب يكون واضح ليكم. حبايه الفول تضاعفت معايا وموجود عليه طبعا ميه زي ما انتم شايفين. هاخده بقى تحت الحنفيه كده اشطفه كام شطفه، 3 4 مرات، وميه مغليه على النار وانزل بالفول. اهم حاجه الميه تكون بتغلي. والفول بياخد معايا سوا على نار هاديه خالص 4 ساعات. وهقول لك حاجه تسرع معاكي تسويه الفول، ممكن الفول يقعد معانا 6 ساعات على النار. فانا هقول لك معلقه كده هنحطها على الفول، باذن الله هتساعدك ان الفول يستوي معاكي على طول. بعد بقى ما غسلت الفول ونزلت بيه في الميه، اللي هستخدمه معاكم عدس وطماطم وبصل. الثلاث حاجات دول هيطعموا معاكي الفول، هيخلوا طعمه اجمل من اللي انت بتجيبيه من بره بكتير. ولما يحتاج مني ميه هتحطي له ميه مغليه عادي. استخدمت الكيلو فول 125 جرام من العدس، غسلاه كويس ومصفياه. طماطميه كبيره شايله القشر ومقطعاه مكعبات صغيره، او لو هتستخدمي طماطمتين وسط للكيلو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصلايه كبيره مبشوره. كل الحاجات دي تقطعيها صغير عشان تدوب معايا في الفول كده لما يستوي ما تبقاش باينه في الفول. هتشوفوا معايا دلوقتي شريحتين من الليمون، شريحتين 2 بس، بيخلي الفول ما يأكسدش ولا لونه يغمق معاكي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كل الحاجات دي بقى بس اول ربع ساعه على النار. الفول دي معلقه سكر، ويفضل يكون سكر لونه ابيض. تسيبي اول ربع ساعه النار عاليه خالص، وبعد اول ما يبدا يغلي معاكي هدي النار. ده فول مدشوش، مش هستخدمه معاكم دلوقتي. هنقعه لمده نص ساعه في الميه. معايا معلقتين من الخل برضو بيخلي الفول معاكي ما يسودش. ان شاء الله الحاجات البسيطه دي كلها حاجات بسيطه ومتوفره في كل مطبخ، بس صدقيني هتفرق معاكي. ولو هتسالوني هتستخدمي الفول المدشوش ليه، الفول المدشوش بيخلي الفول معاكي لونه فاتح ما يغمقش. ومش هحطه اول ما احط الفول، لان الفول الحب ده بياخد سوا اكتر بكتير من الفول المدشوش. الفول المدشوش ده يعني نص ساعه على النار وبيبقى استوى معاكي. انا هنا بعد مرور 3 ساعات ونص نزلت بقى بالفول، هياخد معايا نص ساعه تسويه، هيكون برده استوى معايا خالص. ابداي كده قلبيه وغطي الحله، وهنسيب الفول لما يبرد تماما وهنشيله مع بعض في الفريزر. هقولك الطريقه الصحيحه وتعرفي ان ازاي الفول استوى معاكي. بشوكه كده هتلاقي الفول ده يدوب معاكي كده. لو لسه ني طبعا هتسيبيه على النار، ولو محتاج منك ميه هتزوديه، بس اهم حاجه ميه تكون سخنه. ولما تسيبي الفول يبرد تكوني مغطياه بغطا الحله، ما تشيليش الغطا علشان لونه ما يأكسدش معاكي. هنا اللهم بارك بقى زي ما انتم شايفين. هسيبكم انتوا اللي تحكموا وتقولوا من غير ما نحط اي الوان للفول. هنا بقى بسيبته يبرد تماما، وبعد كده جبته بقى عشان اشيله معاكم في اكياس. شوفي انت طبعا بتستخدمي قد ايه للوجبه اللي انت بتستخدميها على الفطار مثلا. انا هنا هستخدم مثلا الكبشه، عارفه ان انا هستخدم مقدار مثلا كبشتين 3. بتستخدمي المعلقه 4 5 معالق فول على قد ما هتستخدمي. حطي في الكيس، لان الكيس لما تطلعيه من الفريزر تستخدميه مره واحده، ما ترديش تحطيه تاني في الفريزر. واهم حاجه طبعا بعد ما بنعبي الفول بتخرجي الهواء من الكيس. اهم حاجه هبدا كده زي ما انتم شايفين، بتخرجي الهواء تماما من الكيس. وابدأي بقى اربطي الكيس بكل سهولة، مش هياخد معاكي وقت ولا ياخد معاكي مكان في الفريزر. هتحطيهم كده فوق بعض، وزي ما اتفقنا لو حابة تعملي نص كيلو، حابة تعملي كيلو او اكتر من كيلو، تقدري تعمليه طبعا لرمضان وتشيليه في الفريزر، ولما يخلص تقدري تعملي تاني حاجة بيتي انت اللي ضامنه عمايلها. وزي ما بنسمع كتير في ناس بتقول، اكيد مش كل الناس بس في ناس بتحط مادة تسرع تسوية الفول للناس اللي بتبيع الفول. مش عاوزين نعمم، بس افضل حاجه ان انت تبقي عامله الحاجه وضمنها. دول كده اللي هعملهم معاكم دلوقتي بالزبده. هوريكي بقى حبايه الفول معايا دايبه دوب، حتى القشره مستويه مش نيه كده. حاجه سهله وبسيطه باذن الله تعتمد الطريقه دي على طول. انا هنا عبيت الطبق اللي كان معايا، وهنا اللهم بارك عمل
6 اكياس، يعني الكيلو عملت منهم 12 كيس. ممكن انت طبعا تعملي عدد اكتر من كده او اقل من كده حسب انت استخدامك في الكيس. زي ما انتم شايفين كده بتعبيه بقى بكل سهوله، وهخلص كل الكميه معاكم. وهنعمل بقى طبق الفول اللي اتفقنا عليه بالزبده، سهل وسريع برضو. هنا معايا الفول سخنته طبعا على النار عشان الزبده تسيح، ونزلت بزبده، ونزلت بطماطمايه شايله القشر بتاعها، وملح وكمون، ورشه من الكزبره او البقدونس، الورق مش العيدان. زي ما انتم شايفين معايا كده، وبالهراسه حبايه الفول بتبقى دايبه معايا دوب. زي ما انتم شايفين التسويه بتاعتها صحيحه، وطعم شويه الفول كده زي العسل. هنزل طبعا بعصره ليمونه ومعلقتين من الطحينه لو متوفره عندك، وهتقدمي احلى طبق فول للسحور طبعا او على الفطار حسب ما بتحبي تستخدميه وتاكليه. المهم انها يبقى متوفر عندك احلى فول. هتعتمد الطريقه دي لانها ناجحه ومظبوطه. هنا بقى نزلت بطحينه بيضه، لو انت حابه تستخدمي الطحينه من اللي هي الحمراء المتوفر عندك استخدميه. انا هنا هسيبكم انتوا بقى اللي تحكموا على طبق الفول. الفول كده الحبايه ما هيش باينه من كتر ما دابت معايا. ابدأي بقى قدميه مع العيش البلدي، وبألف هنا على قلوبكم. ولو وصلتم لغاية هنا في الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد إن شاء الله. وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.